طبعا انت اكيد اتحرق دمك زي ما احنا اتحرق دمنا وزي ما اي حد اتحرق دمه بعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ان الاهلي يطلع بالتعادل للمرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة ليه في الدوري. انا مقدر ده كويس جدا، بس لازم تاخد بالك ان كولر طلع وقالها بكل صراحة: انا ما عنديش مهاجم كويس اقدر اعتمد عليه، فعشان كده انا بعمل روتيشن. انا شايف ان ملعب السلام ملعب مش كويس ان احنا نلعب عليه، ولما بنطلع نلعب بره بنبقى افضل وبنبقى احسن. الراجل ده محتاج طلباته تتنفذ. لما الراجل ده يطلع يقول لك انا محتاج صفقات، ونادي بحجم النادي الاهلي نادي كبير في افريقيا وبطل القرن الافريقي، فمحتاج يكون في تدعيمات كبيره. مش عايز بقى نغمه ان الاهلي ما فيهوش فلوس او الدولارات قليله او عشان نجيب لعيب عالي فهيبقى بمبلغ كبير. كل الكلام ده يكون على جنب كده. الراجل ده لازم يتنفذ طلباته، والا هيحصل فيه زي ما حصل في موسيماني وزي ما حصل في سوارش. احنا بنكرر نفس الاخطاء بالملي، عشان كده ضاع مننا 2 دوري. ولو مشينا بنفس السيستم ده احنا الدوري الثالث ده هيضيع بلا شك. اهلا بيكم، انا احمد ابراهيم ودي حلقه جديده من دكتور كوره. ولو انت لسه بتتفرج عليا جديد فما تنساش دعمك هو الحافز الوحيد لينا، فتنزل تدينا اللايك الجميل وتصلي على النبي، ويلا بينا نبدا. بعد المباراه كولر طلع وقال في المؤتمر الصحفي ان الملعب بتاع استاد القاهره افضل بكتير جدا، واتمنى ان احنا نلعب عليه والملعب واسع وكده. احب اقول لك تفصيله بس صغيره، ان الراجل ده قبل مباراه سيراميكا كليوباترا نزل ارض الملعب هو والجهاز الفني، وبالتحديد خد معاه محلل الاداء وعاينه ارضيه الملعب وعاين كمان النجيله، وشاف ان الملعب قد ايه واسع وان الملعب مناسب للعب النادي الاهلي والطريقه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها، واللي هو عايز يبقى هي دي الطريقه اللي هيمشي بيها النادي الاهلي. فيبقى ده اول طلب. الراجل طلع برضه وقال انا محتاج مهاجمين عشان انا ما عنديش الجوده، انا ما فيش مهاجم عندي كويس. قالها صريح، لا شريف بقى ولا شادي حسين ولا اي حد كويس، انا محتاج مهاجم كويس، ونادي بحجم النادي الاهلي محتاج صفقات كتير. الراجل ده محتاج يتلبي طلباته وبس، من غير كلام كتير ونقاشات كتير. لو جيت تبص كده من اول حراسة المرمى، تعال شوف الجون اللي دخل فيك. الجون اللي دخل فيك من نادي سيراميكا كليوباترا هو دخل فيك ازاي؟ كرة اللي لعبها محمد شكري اللي كان لاعب في النادي الاهلي، ثم يلعبها بدماغ، يلعب الكرة عرضية يلعبها بدماغه بيكهام اللي كان ابن من ابناء النادي الاهلي او لاعب من لعيبة النادي الاهلي، هو كان بيلعب في وادي دجلة او ابن من ابناء وادي دجلة، يحط الكرة بالجون. وخطأ فادح من الشناوي. اي حارس مرمى هيطلع يجيب الكرة من على القريبة في الركنية، مش من على البعيد، مش يستنى بيكهام وبعد كده يطلع ويروح جري للحكم. رايح جري للحكم تعمل ايه؟ مفيش فيها اي حاجة خالص، ولا حد لمسك اساسا ولا حد جه يمك، هو مفيش اي حاجة. الشناوي قاعد تمام ومزاجه زي الفل. ليه؟ مفيش حد بيهدده، لا في عقوبة ولا في اي حاجة، ولا في واحد مثلا منافس قوي قاعد له بره فهو مخضوض منه، مفيش الكلام ده. فانت محتاج حارس مرمى يخربش الشناوي، يبقى في تنافسية، يعرف ان هو لو بقى وحش يتركن واللي هينزل مكانه هيسد. لكن الشناوي عارف خلاص انا الحارس رقم 1 في مصر، فانا كده تمام. انت متخيل ان انا مش مقتنع بلاعب واحد، وانت كمان زي بالظبط اكيد مش مقتنع غير بلاعب واحد بس في النادي الاهلي، هو الراجل ده علي معلول. هو ده الوحيد اللي احنا مقتنعين بيه، هو ده الوحيد اللي عنده الحمية وعنده الشجاعة وعنده الجرأة، وبنشوف ان هو بيموت نفسه في الملعب. وتشوفه في مباراة سيراميكا كليوباترا بيجي يجيب الكرة من بره، اللعيب مغلول عنده غل خسران. اللعيبة بتاعتنا التانية لا في الضياع. هتقول لي محمد هاني كان حلو المباراة دي، هو كان حلو المباراة دي ووحش في 10 مباريات تانية. حسين الشحات أدى كويس، ماشي أدى كويس، بس ثم وصلنا لايه؟ النادي الاهلي وصل على المرمى 24 مره. انت متخيل هو وصل 24 مره، في منهم 10 مرات على الجون تحديدا. ما استغلناش حاجه. جالنا 15 ركنيه يا راجل، ما استغلناش منهم ركنيه، في حين ان سيراميكا كليوباترا احتاج ركنيه واحده بس عشان يخبطك بيها الجول. هي دي التفصيله، هي دي الحكايه، جوده اللعيبه. انت بتفتقد للمسه الاخيره واللمسه اللي قبل الاخيره، اللمسه المفتاحيه اللي بتجيب الجون، وكمان يعني
شادي حسين جاله فرصة خلاص قفشه عملها له انت والجون. الراجل ما بيلعبش، الراجل بيعمل روتيشن، ما هو كولر معذور، هي دي الحلول اللي عنده. فبيبدل بين شريف وبين شادي وبين حسام، بيبدل بينهم. طب وبعدين ما فيش ولا واحد يعني الراجل مقتنع بيه. فالراجل طالب ان هو يجيب صفقات، الراجل محتاج مهاجم صريح، قالها كده صريحة. فالراجل ده محتاج يتلبى طلباته وبسرعة، وما نستناش ونعتمد على الموجود ونكمل. ده احنا شكلنا وحش واحنا لسه اساسا ما دخلناش على مباريات كاس العالم، وما دخلناش على دوري ابطال افريقيا، وما دخلناش على كاس، ومش عارف على ايه وعلى ايه. امال مع ضغط المباريات ايه اللي هيحصل فينا؟ ايه اللي هيحصل فينا؟ الوضع صعب جدا، والوضع بيزداد سوء كل شوية. لازم تدخل سريع من الإدارة. جماهير الأهلي قالت يا خطيب اسمعنا، النادي الأهلي بتاعنا. دي رسالة واضحة وصريحة لغضب الجمهور. الجمهور مستاء والجمهور زعلان، ما ينفعش ان انت تطنش الجمهور. اخر حاجة هقولها لك، هتقول لي الصفقات ايه؟ في على الساحة دلوقتي بيتقال ان دانيال افري اللاعب الغاني اللي كنت اتكلمت عليه في الفيديو اللي قبل اللي فات، ان اللاعب ده وقع للنادي الاهلي. ده كلام، والنادي الاهلي خد توقيع منه. ده كلام لحد دلوقتي ده مش حقيقي، بس اللاعب ده في الصورة. زي ما سمعنا كلام ان احمد رفعت موجود في الصورة. احمد رفعت اللي كان بيلعب في الزمالك والمصري ولعب لفيوتشر، وبعدين راح الوحدة الاماراتي. لاعب هايل ولاعب ممتاز، ولو جاء اكيد هيبقى مكسب كبير للنادي الاهلي. محتاجين تدخل سريع. انت محتاج في نص الملعب لازم تجيب لاعب تقيل، محتاج في الخط الامامي، محتاج مش اقل من 2-3. لازم واحد بديل لقفشه كويس جدا، عشان قفشه الناس كلها بتمسك الكوره. يعني انت راجل انت راجل بلاي ميكر، وظيفتك ان انت بتدي ظهرك للجون، الكوره تجيلك عندك الحل يمين شمال. قفشه لازم ايه؟ ياخدها كده مروحه الاول، وبعدين لاي حد بقى تروح زي ما تروح. اداء اقل من، يعني مش عايز اقول ان احنا مش عايز اقسو عليهم قوي، بس اداء وحش جدا. هتقول لي اداء مباراة سيراميكا يا راجل كان احسن من مباراة سموحة. اكيد، ما هو مفيش اسوأ من مباراة سموحة، مفيش اسوأ من مباراة سموحة. شفتها للنادي الاهلي من زمان ومن فترة كبيرة جدا، ولكن مش ده الاداء المطلوب، مش ده اللي احنا مستنيينه. الاداء اتحسن شوية، ولكن مش هو ده برضو اللي احنا مستنيينه. احنا محتاجين تدخل سريع جدا من الادارة. اتمنى يبقى فيه عند الجماهير من الهدوء، عشان احنا كلنا مغلولين، وانا مقدر ده كويس، وانا واحد من الناس مغلول، ومش عاجبني الوضع، ومش عاجبني الفرقة بشتى الطرق، ومش عاجبني هدوء الإدارة، مش عاجبني السكوت بتاعهم ده اللي انا مش شايف له مبرر. احنا محتاجين حد يتكلم معانا. ونغمة ان كولر يمشي، لأ، عشان كده احنا بنغلط نفس الغلطات بالظبط. كولر ده المدرب اللي جاي بسي في محترم، راجل عامل شغل كويس مع النادي الاهلي من اول ما جه، وشفنا شغله. احنا لسه الراجل محتاج طلبات. انت جايب الراجل في نص الموسم، انت جايب الراجل وهو ما طلبش اساسا لسه طلباته، فما تلومش عليه في اي حاجه خالص. انت عندك مصطفى سعد ميسي ده اللي احنا ما شفناهوش اساسا، صفقه جت النادي الاهلي لحد النهارده ما شفناهوش بتيشيرت النادي الاهلي. فانت ما تحكمش على الراجل في اي حاجه. احنا نهدى كده، ومحتاجين ان اللعيبه يبقى عندها شويه دم، عشان احنا يعني محروق دمنا، ومحروق دمنا بسببكم. فانتوا لازم يبقى عندكم شويه دم عشان الجمهور جايب اخره. ودي كانت كل حلقتي النهارده. اشوفكم على خير. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.